السمنه كده يعني صبحه او فريش يعني. بصوا جمال الرز. بصوا احنا بنحبه طري كده، طبعا في ناس بتحبه مفرفر يعني مفرفر. دي سلطه الكولسول، انا طبعا ما حبيتش اجيبها علشان الفيديو ما يبقاش طويل، بس هتلاقوا الطريقه بتاعتها موجوده عند حضراتكم. طعمها تحفه. بصوا بقى الاختراع يا كوتش. تكون مضايقني، عايز ادور على حته تكون بارده. دي ايه طيب؟ دي اختراع، عايزه اقول لكم اختراع. عارفين دي ايه؟ دي ايه؟ بصوا الجمال، يا نهار ابيض. هي ما بتتاكلش غير مع الجرجير. ايدي لو شاطرين. لا يا ماما ميرسي، ربنا يخليك. مش عايزه يا ماما، مش عم يا جمل، سيب اللقمه. طعمها بجد تحفه، حلو قوي. طعمها تحفه. لحد دلوقتي ما عرفوش ايه دي. تعالوا مع بعض نشوف ايه دي. ايه ده؟ يلا بينا. بصي يا ست الكل، احنا النهارده هنعمل كبده بطريقه جديده. ولادنا زهقوا من الكبده التقليديه، انتي جوزك اي حد في البيت زهق من الكبده التقليديه. هنعمل كبده النهارده بطريقه حلوه جدا. انا شخصيا استعملت في الوصفه دي الكبده المستورده، تقدري تستخدمي اي نوع كبده تحبيه. قلت للراجل وهو بيقطعها انا عايزاها شرايح سميكه شويه. نيجي للتتبيله. حطينا بصلتين كبار، 3 4 5 فصوص توم، معانا بقى كمون، من كل حاجه ربع معلقه كمون، فلفل اسود، قرفه، جنزبيل اساسي، توم باودر وبصل باودر وسنه جوز الطيب، معلقه كبيره كزبره ناشفه، عصير ليمون كتير قد 5 ليمونات. ونفرم الكلام ده كويس جدا 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 معايا لحد كده. طبعا بعد ما نفرمه كويس جدا جدا، بصوا دي الكبده انا اول ما جبتها عصرت عليها ليمونتين وشويه خل وسبتها. انا مش بغسل الكبده لان لو اتغسلت بتزفر، فطبعا بعصر عليها ليمونتين 3 وشويه خل واسيبها تنزل بقى كل اللي فيها. طبعا الخلطه بتاعتنا اللي احنا فرمناها دلوقتي تقدري تعملي الخطوه دي في الخلاط. جبت مصفى وصفيتها كويس قوي من اي قشور فيها، وهبتدي اخد الكبده بتاعتي بعد ما اتنقعت شويه حلوين في ما غسلتها في خل وليمون وانقعها في التتبيله دي. هي كده مش محتاجه تتغسل، انا اوريدي اساسا غسلتها وسويتها. اديها بقى ايه تقليبه حلوه كده. بصوا عايزه اقول لكم لونها خلاص اتغير بسبب الليمون، انا مش بحط، ما حطيتش في التتبيله دي خل لان انا اوريدي كنت شاطفاها بخل وليمون. بصوا شكلها، انا بوريكم ان هي يعني تعتبر مستويه كده يعني نص سوا. طبعا بقى لزوم بقى الروايح والكبده بتاعتي تبقى ريحتها حلوه ومستحيل تشمي ريحه زفاره. صينيه بقى نضيفه ما فيهاش نقطه ميه، ترشي رشه كزبره خضراء محترمه كده في الارضيه. الكبده تحب الكزبره الخضراء او الناشفه، بس في الخطوه دي جيبي ربطه كزبره كده حلوه اغسليها نشفيها كويس وحطي نصها في الارضيه، وتقومي جايبه الكبده بتاعتك رصاها عليها. بصوا الشكل، عايزه اقول لكم لونها اتغير، ريحتها خطيره، طعمها كان تحفه. تكات صغنونه كده بس بتديكي ريحه وطعم في الاكل حلو جدا. وكمان ما نشمش ريحه الزفاره اللي احنا بنشمها الايام دي في اي حاجه. التتبيله دي مش هنرميها، نحطها على الوش. بقيت بقى عودين الكزبره اللي كانوا معايا احطهم برضو على الوش كده اهوت، واغطيها كويس قوي. اهم حاجه تكمريها وحطيها في التلاجة بقى ايه ما يقلش عن ساعة. لو فوق الساعة يبقى حلو جدا، بس ما يقلش عن الساعة. بعد الساعة تفتحي عليها او ساعتين زي ما وقتك يسمح لك، هتلاقي ريحتها حلوة قوي. يعني انتي ممكن تاكليها نية، يعني لو كبتة بلدي كانت اتاكلت نية كده. بجد جميلة جدا جدا، الوصفة حلوة وتغيير. بس كده. طبعا بعد ما عدى بقى يعني انا سبتها تقريبا ساعتين، هجيب معلقتين دقيق حلوين. طبعا المفروض احط بيض، بس انا مش بحب اتبل الكبده بالبيض. جبت سنه زعفران، معلقه كبيره كزبره ناشفه. البقسماط ده انا بعمله بشيله، وانا صورت مع حضراتكم قبل كده الطريقه. عيش ناشف، فينو ناشف، بايظ يعني مش بايظ يعني معفن يعني نشف،
بدخله الفرن يتحمص وافرمه واتبله، بيبقى معايا ايه الخلطه الجميله دي. طبعا بدون بقى التكات والحركات، حطيت كيسين من الفيجيتار الحار، تقدري تحطيهم وتقدري ما تحطيهمش براحتك يعني. هنا بقى جبت طبعا معلقتين الدقيق بسنه ملح بسنه الزعفران علشان بقى اخد لون البيض. انا شخصيا مش بحب احط بيض في الكبده، حابه تستبدلي الخطوه دي ببيضتين مفيش مشكله، بس الزعفران حلو يعني ورخيص يعني. خلي البيضتين نفطر بيهم في يوم تاني، نفطر بيهم الولاد يعني. مش لازم يعني جبنا كبده رخيصه نحط فيها بيض، لا نوفر البيضتين نفطر بيهم الولاد الصبح. قلبتهم تقليبه كويسه جدا، وده القوام اللي انا عايزاه. بعد ما عدى الساعتين بقى، عايزه اقول لكم بفتح عليها ريحتها خطيره يعني، اللي شمها ما يقولش ان دي كبده، فعلا ريحتها حلوه قوي ومستويه بقى، اللي هو ايه، تحسي الكبده تغرسي ضفرك فيها كده يا اوريدي مستويه. بصوا الشكل، شكلها حلو جدا. طبعا هحطها في الخليط اللي انا عاملاه ده هوت. متنسيش تحطي سنه ملح وسنه فلفل اسمر صغنونه، وقلبي كويس. بدي رشه بقسماط في ارضيه الصينيه اللي هحط فيها الحاجه، بطبطب على الكبده بقى. هو لا بانيه ولا بفتيك عشان اكبس، لا دي كبده لو كبستي بصي هتبوظ معاكي، وتطبطبي عليها بس كده، وانفض البقسماط كويس واقوم حطاها كده. ولما نيجي نشتغل، اشتغلي في حاجه واسعه عشان تعرفي تشتغلي براحتك وتخدمي الحاجه كويس يعني. بلاش نشتغل في طبق او في حاجه ضيقه ونبهدل الدنيا حوالينا وما نعرفش نتعامل كويس في الحاجه. كل ما كانت الحاجه واسعه معاكي كل ما اشتغلتي اكتر يعني. اهم من الشغل تظبيط الشغل. بصوا، هي تقولوا يا نرمين ماشيه بالبطيء كده ليه؟ بصوا مايفل اللي بتصورني قالت لي يا مامي امشي بالبطيء علشان عايزه، وانا مايفل اللي بتحط العنوان وبتحط الصوره وبتظبط الحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي، ربنا يخليها لي يا رب يا وجوجو. فطبعا قالت لي يا مامي بالبطيء علشان عايزه اخد منها حاجات احطها كده يعني. انتوا عارفين شغل المونتاج ده بتاع توتا. طبعا اهو كملت بقى. قالت لي خلاص كده يا مامي، فابتديت بقى اجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم. وهنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالمنظر ده. واهم مرحله ان انت هتحطيها في الفريزر نص ساعه، طب لو مستعجله ربع ساعه، المهم تتشمع اهو. بص هنعمل الكميه كلها. انا جايبه كيلو، تقدر تجيبي اقل تقدر تجيبي اكتر طبعا على حسب عدد افراد اسرتك. وبصراحه اتعشينا وفاض منها يعني. كان الكيلو كبير يعني كتير الحمد لله اهو. طبعا تكه البقسماط دي تقدري تعمليها في بيتك علشان الى حد ما نوفر. زي ما قلت لكم لو في عيش بايت عندك، في فينو بايت عندك، تقدري تحمصيه وتفرميه بيبقى حلو جدا. هعمل جنبها شويه رز معمر، تقدري تعملي مكرونه. انا شخصيا بنحب الرز المعمر جدا. جبت ربع كيلو من الرز يعني كوبايه واحده على قدنا، مع شويه ملح صغننين، مع ربع كوبايه ميه، مع نص كيلو من اللبن، وقلبتهم كويس. الفرن بتاعي قايد على اعلى درجه حراره. انا مش بحط اي ماده دهنيه غير لما الرز يطلع من الفرن. التكه دي حلوه جدا، وتحسي ان الرز غرقان في السمنه، فبتفرق يعني بصراحه كتير. دخلته الفرن طبعا درجه حراره عاليه. اول ما يتشرب ببتدي اوطي النار. هنا معانا زيت غزير. انا عندي طاسه صغنونه وغويطه، فاقل كميه زيت بتبان فيها اكبر كميه زيت. الزيت يسخن قوي قوي قوي. هنزلي بقى حته الزيت. بصوا الجمال، بصوا الشكل ولا الريحة. طبعا انتوا مش شامين الريحة، بس الريحة يعني فعلا خطيرة. لازم تجربوا الكبدة بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. مش هيكفيكوا كيلو. ريحتها حلوة قوي. بصي لا وطريه، ويعني مش قادره اوصف لكم مدى جمال الغدا النهارده، بجد كان حلو قوي. رشه بقى شبت على بقدونس على، انا كان عندي تشكيله كده خضره في التلاجة، خدت عودين طلعوا خلطبيطه بالصلصه قطعتهم ورشيتهم كده على وش الكبده، بيدوا ريحه حلوه. وطاجن الرز المعمر خرج من الفرن خلاص. بصوا شكله. احنا شخصيا في البيت بنحب الرز المعمر طري. جوزي ما يحبش الرز اللي هو واحده وواحده ومفلفل، يقول لي ده ايه ده، طب ما تسويه على البوتاجاز وخلاص يا نرمين. فطبعا الاكل يا جماعه اذواق، انتوا بتحبوه طري اعملوا كده، بتحبوه مفرفر قللوا شويه كميه اللبن اهو. ودي سلطه الكولسول عملتها طبعا، بس ما اسعفنيش الوقت ان انا احطها لكم في الفيديو، لان حسيت ان وقت الفيديو هيبقى طويل عليكم جدا. ولما بيبقى في حاجه مصوراها قبل كده على القناه مش برضه اجيبها عشان ما اضيعلكوش وقتكم. بس لكن هي انا عملتها اكتر من مره يعني، تقريبا مرتين او ثلاثه مش فاكره، مرتين موجوده هتلاقيها عندكم.
احلى كتير ما نشتريها من بره. انا بحب اعمل سلطه الكولسول جنب بحب اعمل سلطه الكولسول جنب الكبده، جنب اي حاجه مقليه، علشان تغسل يعني صدرنا مكان الزيت والكلام ده كله. ومش بشتريها من بره، يعني عايزه اقول لك جيبيها اعمليها في بيتك، اوفر وارخص كتير من لما تاكليها من الشارع. يعني انا عملتها وقلت ممكن بكره اعمل لهم كنتاكي، وكده كده عندي السلطه، فيعني وخلاص. يعني قلت ابص بكره يعني، او بعد بكره على ما الاكل يخلص يعني. لو خلصوه بألف هنا وشفا فاضي يبقى هنقضي بيه اليوم، وتاني يوم بقى نفكر هنعمل اكل ايه. بصوا السلطه جميله جدا، دي طبعا جرجير، حطي دي مخلل. كبده مستورده، بصوا اهي. يعني مش لازم نجيب كبده بلدي علشان الكبده البلدي غاليه شويتين. توتيتي معلش عشان اديتك لقمه من غير عيش، قصدي من غير كبده. يلا هم يا جمل. فطبعا عشان مستورده فانا عملت فيها شغل جامد. اللي حلوه يا مارفن، يا جماعه جربوها على ضمانتي. مش زفره خالص، طريه، تحفه، حلوه جدا جدا. التزمي بالخطوات اللي حضرتك شفتها في الفيديو، هتطلع معاكي حته كبده تحفه، وتغيير بقى عن الكبده اللي احنا متعودين عليها. بصوا يعني عايزه اقول لكم تحفه. عايزه اقول لكم هي مش كبده، جربوها وانتوا هتحكموا بنفسكم. طبعا تقدروا تعملوا جنبها رز ابيض وسلطه، تقدروا تعملوا جنبها مكرونه، تقدروا تعملوا جنبها رز معمر. انا شخصيا عملنا رز معمر علشان احنا نفسنا فيه جدا، وعملنا طبعا سلطه الكولسول، بس انا عملتها مع حضراتكم فما رضيتش اعملها تاني. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. طبعا نعمل اي حاجه، يعني اللي بيبقى معاها عيال بتحاول تفتكس تعمل اي حاجه. انا عندي مايفل بنتي شخصيا كرهت حاجه اسمها كبده، ناكل كبده، لا انا مش عايزه اكل كبده. طب النهارده قلت اخترع فيها شويه علشان اخليها تاكلها. احنا عارفين ان الكبده مهمه جدا جدا، فطبعا لازم تخترعي وتفنني. والطريقه سهله جدا وبسيطه خالص، بس في شويه تكات اللي هم التتبيله دي مهمه جدا جدا، لازم تتبعيها، وان شاء الله تاخدي حته كبده حلوه قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبوا لي ارائكم تحت الفيديو في التعليقات، وما تنسوش اللايك، واشوفكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.